السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم فكرة سهلة ببقايا القماش، بندانة للشعر ببقايا القماش. أو تشوفوا القياسات، عندي 2 قطع من هاد القماش، يعني أي قماش عندك. الطول تاع هاد القطعة 44 الطول، والعرض تاعها تشوفوا كذلك. يعني نعد لكم على القياسات 18 سنتيمتر العرض تاع القطعة الأولى، والقطعة الثانية 31 طول، العرض 9. راح نديرو الوجه القماش. نثبتوها بليزيبانغ، لانه هذا القماش يعني يزلق حرير هذا، يعني في الخياطة لازم نثبتوه. ونخيطوها هكا، نخيطوها من الجهة هذه اللي ثبتنا فيها. هاي بعد ما خيطناها راح نقلبها. يعني فكرة سهلة وتقدري ديريها لبنتك ولا لروحك، ولا لانه رانا مقبلين على الصيف والحرارة، يعني باش تطلعوا هكا شعركم وكاع. هذه هي فكرة سهلة، وببقايا القماش يكونوا مرميين عندك يعني، او كمشروع مربح في هذا الصيف. نجيب القطعة الثانية كذلك نفس الشيء، نقلبها هكا ونخيطها. نعاود نقلبها كذلك، ومن بعد نجيب لاستيك 10 سنتيمتر الطول تاعه، ونجيبو كذلك مساك وندخلوها في هذيك القطعة الصغيرة، ونثبتو من الجهتين، نثبتو بالإبانغ باش ما يهربلناش هذاك اللاستيك. نثبتو في هذه الجهة بالإبانغ باش ما يهربلناش، ونثبتو كذلك في الجهة الثانية. نعاودو نركبوه يعني بالإبانغ، ونعاودو كذلك من هذه الجهة، يعني نشدوه مليح باش ما يهربش، ونركبو الإبانغ. نثبتوهم ونخيطوهم، يعني نركبو هذاك نثبتو هذاك لاستيك، يعني ثمك نخيطو باش اللاستيك يقعد في هذيك البلاصة ما يهربش. كذلك الجهة الثانية، ونشوفوا كيفاش نلصقوها مع القطعة الثانية. هيا بعد ما خيطناها هكا، انا غلطت يعني ما ديروش في هذا الجهة الخلفية، ديروا في الوجه، يعني ركبوها. من بعد كي جيت نخيط لقيت روحي غلطت. يعني نقول لكم الايجابيات والسلبيات كذلك في الفيديو. يعني المهم هكا ديروا لها في الوجه، يعني باش كي تقلبوا يجي الوجه نيشان. ونخيطها من هذه الجهة وكذلك الجهة الثانية. نتوما ما ديروش على يعني الوجه هذا، ديروا على الوجه يعني الامامي.
ونخيطه وتشوفوهم كذلك في شكلهم النهائي، في شكلها النهائي. وكان هذا هو الشكل تاعها النهائي. بندانة شعر يعني ببقايا القماش، يعني سهلة. ان شاء الله يعجبكم فيديو تاع اليوم. الى رضاكم متنسونيش بلايكاتكم واشتراكاتكم. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله، في امان الله. وإن شاء الله بإذن الله المرة المقبلة كذلك نخدم لكم بنفس القماش، فكرة رائعة.